الحاجات دي مهما عجبتني مش هاخدها لنفسي، بحاول افكر نفسي للموضوع ده. ومن العلم ما صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لو اول مره تشوفوني، انا نوران، بعمل كونتنت عن الوكاله وعن الاستدامه والرسم على الهدوم، فن وحاجات مختلفه. لو انتوا انترستد ممكن تعملوا سبسكرايب، تعملوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي انا بعملها، تعملوا لي فولو على انستجرام وتيك توك لو حابين تتفرجوا على كونتنت خلال الاسبوع. يعني طبعا مش ده السيت اب العادي بتاعي اللي انا بصور فيه، انا حاليا في الورشه. اعتقد انه الفيديوز الجايه ان شاء الله ممكن تبقى هناك شويه اكتر، يعني او هناك فين هنا تبقى هنا شويه اكتر. وكمان كنت جايبه الاضاءه بتاعتي في الورشه فتره كده عشان كنت بصور حاجات للبراند بتاعتي، قلت خلاص استغل الفرصه واوريكم. وكمان انا هنزل وكاله الفتره الجايه كتير ان شاء الله، فعشان كده هتلاقوا هولز مختلفه. الهولز دي عشان بس ابقى واضحه وصريحه، لان كلمه استدامه تحتيها خطوط كتير قوي، ان انا كل شويه اشتري حاجه. دي مش حاجات ليا شخصيا او معظمها، يعني هتبقى حاجات اكتر للبراند. برضو حابه اعمل ديسكليمر صغير انه اكيد كل الاسعار اللي انتوا بتسمعوها دي انا لسه لحد دلوقتي بقولها، بعلن عنها عشان تستفيدوا وتعرفوا دلوقتي الوكاله ممكن تجيبوا ايه بسعر كام، بس ملوش علاقه خالص بالتسعير اللي هيبقى في البراند اللي هتكلم عليه اكتر قدام. بس حبيت اوضح النقطه دي عشان في ناس كتير قوي مش فاهمينها. بس انا لحد دلوقتي ثابته على موقفي ان انا عادي هقول الاسعار، بس اكيد مش هبيع بنفس الاسعار، يعني عشان في فاكتورز كتير قوي ممكن نحطها في الحسبان. البيزنس بارتنر بتاعتي كده بنتقابل كل اسبوع مره، وبيبقى عندنا ميتينجز كده كتير في وسط الاسبوع عشان بنحضر للبراند. يعني قالت لي ان احنا محتاجين توبس كتير صيفي عشان نبيعها يعني في البراند، عشان عندنا بنطلونات كتير، الحاجات اللي بتترسم عليها لسه بتترسم، الحاجات اللي بتبقى ابسايكل لسه بيحصل لها ابسايكلينج، فكنا محتاجين توبس. فنزلت الوكاله، قررت ان انا هركز قوي في حته التوبس دي. كنت عايزه برضو ابقى متنوعه اكتر في الاذواق، عشان لسه انا بستكشف الناس لما تيجي تشتري هتحب ايه اكتر او كده. اكتر حاجه فن بالنسبه لي ان انا اشتري حاجات عشان الناس تشتريها، عشان عاده بقعد افكر اللي هو هلبسها، طب انا عندي شبهها، طب هي عجباني قوي. بس ما بقاش فيه بس بقى في الشوبينج ده، بقى فيه اللي هو يلا حاجه عجباني والخامه تحفه هجيبها وان شاء الله حد هيعجبه وهيشتريها. ولما عملت لها ستايلينج هوريكم في فيديوز اتفاجئت. يعني دي كل التوبس اللي انا جبتها، وجبت بنطلونين كمان بالصدفه يعني، فهوريكم. اول توب جبته التوب الكيوت ده، كيوت قوي وديليكت، وفي كده زراير من قدام، وتحسوه كده فيكتوريان شويه، او يعني ستايله من العصر الفيكتوري. انا عملت له لايرنج عشان انا محجبه، فلبسته على توب كده بكم. عامه هيعجبكم الكليبس دي عشان انا عامله ستايلينج، يعني كان شكله تحفه. الحاجات دي مهما عجبتني مش هاخدها لنفسي، بحاول افكر نفسي للموضوع ده. التوبس كلها كانت تتراوح ما بين 35 ل 75 جنيه، اعتقد ان ده كان ب 35 جنيه. بعدين لقيت التوب الكتان ده، الكتان بتاعه تحفه. عارفين انا بعشق الكتان، واي حاجه هبيعها في البراند بتاعتي هتكون حاجات انا فعلا بحبها. الحقيقه انا مصورتوش لان انا جبت موديل تصور الحاجات اللي هي النص كم اللي مش محجبات، صورته عليها تحفه وبرنتد، وتحسوه اللي هو الستايل بتاع الهوايان داد شيرتس دي اللي هي بتاعت هواي دي، بتاعت الابهات. والبراند اسمها سوزان جرا، عمري ما سمعت عنها قبل كده. من 35 ل 50. انا بعد كده هحاول اكتب الاسعار، لان انا وانا بسعر محتاجه الاسعار دي بجد وانا بنسى. وبعدين هتلاقوا اصلا معظم التوبس دي كلها باترنز. انا لما جبتهم وحطيتهم جنب بعض كده حسيت ان انا في كده ذوق معين انا بختار بيه حاجات تبقى باترنز والوان وكده يعني. فلقيت التوب ده لذيذ جدا. الخامه بتاعته ايه، فيسكوز ولا ايه؟ مودال ده شبه القطن شويه، هو مصنوع في الهند. طبعا اللي عليه حلوه جدا، والبراند اسمها الين سولي ميديوم، وفي زي في ايده كده فناكيش. معظم التوبس اعتقد جبتها من بياع واحد. انا فهمت شويه دماغه في التسعير. الحاجات اللي بكم بيبيعها ب 75، الحاجات اللي بنص كم ب 50، والحاجات اللي هو حاسسها ب 35 بيبيعها ب 35. التوب ده براند اسمها كاشيه، يعني براند موضه سريعه، بس عجبني قوي الخامه بتاعته 100% فيسكوز. باترنز بتاعتها فكرتني بالبراند اللي هي اسمها ديزيجوال، مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا، اكيد عارفينها صح. وبرده صورته على الموديل. وبعدين بقى اللي فاجئني، بصوا انا بحاول اجيب مقاسات في البراند بتاعتي. بصوا ده مقاس كبير قوي قوي قوي، من ورا في اللي هو ايه، في البتاعه دي. بس اولا مصنوع في الهند، ولما شفت التاج بتاعته انا متخيله ان اي توب البرنت دي، البرنتس اللي هي الجامده دي، بيبقى بوليستر. لقيته 100% فيسكوز يا جماعه، وبجد خامته شبه الحرير جدا، والالوان بتاعته زاهيه. ولما قسته وربطته كده
كان تحفه، وقعدت اقول يا لهوي ده انا عاجبني، بس قلت لا طبعا مش هاخده لنفسي، برضو بمسك نفسي يعني بحاول يعني اللي هو ايه اعقل. النزوله دي انا ما جبتش ولا حاجه لنفسي، متخيلين؟ انا فخوره بنفسي، انا ما كنتش متخيله انتوا كل هول انا بعملها بقول لكم ده هخليه لنفسي وده لا، مفيش ولا حاجه خدتها لنفسي، والله برافو عليا الحمد لله. قلت لكم بحاول اجيب مقاسات، ده مقاس 22، بس لما انا لبسته عجبني وحسيت بستايلينج ممكن يلبس مقاسات كتير قوي، يلبس حد اكس اكس لارج او اكبر كمان، ويلبس حد سمول وميديوم اللي هو انا، ويعمل له ستايلينج يلبسه مفتوح او يلبسه مربوط او كده يعني. لقيت القميص ده برده في زي باترن او يعني فكره في اختيار الحاجات دي ادركتها لما روحت البيت يعني. قميص لونه برتقاني كده وفي برنت حلوه قوي عجبتني، والبراند بتاعته اسمها ليز كليبورن. انا بسمع عن البراند دي، اعتقد ان هي بريطانيه. المقاس بتاعه يو اس 18، يعني مقاس كبير برده. انا بالنسبه لي كنوران يعني بحب التنوع في المقاسات، لو عايزه البس حاجه ضيقه بس البسها على جيبه واسعه، او لو عايزه البس حاجه واسعه بحب البالانس كده، مش بحس انه كل واحد بمقاسه يلبس مقاسه بالظبط. 100% قطن برضو. نادرا في البراند ما هتلاقوا حاجه الصراحه خامه مش حلوه. ممكن اتخلى عن مبدئي ان انا اجيب بوليستر لو لقيت اللي هو يعني حاجه فيها فكره قوي، فيها حوار. وبرضو التوب ده اعتقد التوب ده كان ب50 برضو حاجه كده. التوب العملاق ده برضو مقاس كبير قوي، والبرنت بتاعته عجبتني جدا، وقطن وسهل، حسيت اللي هو ممكن يعجب حد ويلبسه كده زي ما هو نص كم. والصراحه في حاجات عملت لها ستايلينج عشان انا المقاس يعني المقاسات برضو محدوده، والموديلز اللي انا بصورهم محدودين، فهي بصور عليا يا بصور على حد. فلو حاجه نص كم كده ممكن لو حد عاجبه الستايلينج اللي انا عملته بيه كمحجبه ماشي، لو حد مش محجب وعايز يلبسه كده ماشي برضو. وبعدين بقى عجبني جدا القميص ده، تحفه. هحاول اوريكم في الفيديو، هو لو قربته كده هتلاقوا فيه زي خيوط وتكستشرز او ملامس مختلفه. هو معمول في اسبانيا، والبراند بتاعته اسمها مابانتس. هو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه. الخامه بتاعته 36% حاجه اسمها الجودون، ما اعرفش ايه الجودون دي، اول مره اسمع عنها. و27% فيسكوز، 27% بولاميد ده اللي هو البوليستر، 6% إلاستين حاجه كده. فهو ميكس، بس هو يعني حقيقي مميز ومختلف، وكده كده اصلا هيتلبس في الشتاء. فاي حاجه فيها بوليستر في الشتاء مش بتضايق، لان هي بتحفظ الحراره، لكن في الصيف بلاش تلبسوا بوليستر خالص. اوكي، الحاجتين الجايين دول غالبا انا مش هبيعهم، هديهم لواحده صاحبتي، هي لسه محجبه جديد وبجد فخوره بيها جدا لو هي بتتفرج على الفيديو ده، او لو مش بتتفرج انا بجد اكيد فخوره بيها ان هي يعني خدت الخطوه دي، لان صعب كل ما الواحد بيكبر كل ما بيبقى صعب ان هو يغير حاجه في نفسه او كده. فيعني انا فخوره بيكي جدا جدا يا مي. بس هي كانت بتدور على قمصان كتان وحاجات سهله وكده، ولسه طبعا بتدور على الستايل بتاعها ومش عارفه، فقالت لي لو لقيتي حاجه في الوكاله كتان او قطن قمصان مفتوحه هاتي. فلقيت القميصين دول، قميص كده قطن مقلم كلاسيك عامه حلو جدا، يعني مفيهوش اي حاجه، وممكن يبقى ستايلد على حاجات كتير جدا جدا، هوريكم في الفيديو شكله عامل ازاي. وقميص كتان لونه الصراحه ده مش لوني، مع انه لونه شكله حلو قوي عليا، بس انا مش حاساه من الكولر باليت اللي انا بلبسها، بس هو حلو جدا، والكتان بتاعه تحفه، والقصه بتاعته مختلفه. اعتقد الواحد كان ب75. وبعدين جبت التوب ده ب35 جنيه. بصوا بقى، عارفين القماش البفته او الدمور لو بيبقى جامد شويه بيتعمل منه الشنط اللي هي القماش دي؟ حسيت ان التوب ده بفته او دمور قوي، متفصل كده اللي هو بيقول لي ارسميني، فانا جبته عشان ارسمه. وبعدين لما قسته يا جماعه في الكليب ده قعدت اقول يا لهوي انا عاجبني الفيت بتاعته جدا، ممكن اخده لنفسي ولا ايه. وبعدين قعدت اقول اعقلي يا حبيبتي، اعقلي، انت داخله على براند، محتاج افكر كويس قوي في الكوست، يعني محتاجه اجيب حاجه مش غاليه قوي عشان لما يتحط عليها كوست الرسم والحاجات دي ما تبقاش يعني اللي هو سعرها في الهوا، تبقى حاجه اللي هو حاجه الى حد ما متسعره كويس. فده ب35 وخامته حلوه جدا، فحسيت تمام يعني لو اترسم عليه واتسعر هيبقى حلو جدا. يا جماعه ديزاينر بيس، لو انتم متابعيني على الانستجرام هتبقوا عارفين انا لقيت ديزاينر بيس، وهتبقوا عارفين لقيتها بكام. هوريكم الاول بنطلون تاني وبعدين هوريكم الديزاينر بيس. البنطلون ده بنطلون حلو قوي قوي، ماركته ريموند سانت بيير شانون اوديت. يعني اعرفوا دايما لما يبقى في براند كده اولا سطرين 3 وفرنش او حاجه، احس ان هي يعني براند فانسي. هو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، هو 100% بوليستر، بس حقيقي معمول حلو جدا، وخامته تحسوه شبه الشموا كده. الاول فكرت اللي هو هجيبه هرسمه،
وبعدين قلت لا تمام، ده اللي هو عايز يتباع زي ما هو كده. هو طبعا هيتباع في الشتوي اكتر، واعتقد ان هو رجالي. اسمعوني بقى، انا في البراند بتاعتي ان شاء الله، عشان بلاقي حاجات رجالي حلوه قوي، وانا شخصيا بلبس حاجات رجالي، فكده كده هجيب حاجات رجالي كتير عادي. يعني الرجالي اللي انا هجيبها ممكن عادي تلبس رجالي وبناتي، بس عشان الولاد اللي كانوا بيقولوا لي نفسنا يبقى في حاجات ولادي في البراند بتاعتك، هيبقى فيه ان شاء الله يعني. فده منهم، ده اصلا مقاسه حلو عليا، هو بس الوسط هو اللي مش مظبوط، بس هو ولادي وممكن بنت تشتريه، والفت بتاعته تحفه. ده من الحاجات اللي انا فكرت اخدها لنفسي، فقلت لا مش هاخده لنفسي، بس حلو قوي. اعتقد ان انا جبته ب 75 جنيه. اللي جبته بقى ب 40 جنيه انا ما صورتوش ليه بقى، عشان هو بنتكور او كابريز، يعني اللي هو اللي بيبقى قصير شويه ده، بس هو بنطلون برادا. ايوه يا جماعه، بنطلون برادا. انا اتصدمت اول ما شفته على الستاند كده ومحطوط ب 40 جنيه، اتصدمت حقيقي. وزي ما انا قلت لكم يعني قبل كده، اي ديزاينر بيس دايما هتعرفوا ازاي انها ديزاينر بيس. مفيش حاجه هتقول لكم 100%، بس هتبصوا على الكرافتسمانشيب او التقفيل بتاعها والصناعه، هتعرفوا قد ايه هي الديزاينر بيسز بتفرق. كل غرزه تحسوا ان هي يعني في مكانها، كل حاجه معموله بطريقه مظبوطه. في حد بعت لي قبل كده حاجه كده على انستجرام، بس ما ردتش عليها، ما لحقتش يعني، بس كنت عايزه ابتدي اقول لكم على موضوع التسعير شويه واحده واحده، عشان بس الناس يعني كتير قوي قعدوا يقولوا لي بلاش تقولي اسعار، عشان انتي كده كده هتبيعي حاجات من الوكاله. فكره البراند كلها قايمه على ان انا برسم وبعمل اعاده تدوير للملابس، بس الرسم واعاده التدوير بياخد وقت كبير قوي، وكمان بيتسعر غالي عشان هو مصنوع يدوي وبياخد وقت كبير قوي. فايه الحاجه اللي تعمل بالانس شويه لموديل لبراند مختلفه زي كده، ان انا ابيع حاجات زي ما هي عشان تجيب مكسب وفلو شويه، عشان لو الناس مش عارفه تشتري الحاجات الغاليه قوي تلاقي حاجه تشتريها وتحبها. وبما ان ناس كتير قوي اصلا بتحب يعني ذوقي، وبتقول لي مثلا بتلاقي الحاجات دي فين، وانا شاطره في حته ان انا الاقي حاجات حلوه يعني من الوكاله، فقررت اللي هو ليه لا اعمل كده. بس هل معنى كده ان انا هبيع يعني هشتري حاجات بالسعر ده وابيعها بنفس السعر؟ لا طبعا، لانه زي ما انا قلت لكم هعمل فيديو كامل للموضوع ده، بس باختصار كده في فاكتورز كتير قوي بتدخل في موضوع التسعير ده، زي ايجار الورشه اللي انا قاعده فيها وبشتغل فيها، زي البنزين، زي الدراي كلين. لو مثلا اشتريت بنطلون زي ده ب 40 جنيه هوديه دراي كلين بكام؟ الباكجينج اللي انا بستخدمه في البراند بتاعتي لازم تسعيره يدخل، زي السوشيال ميديا. انا ككونتنت كريتور انا اللي هعمل كونتنت، بس لو انا عايزه اكبر البراند واوسعها محتاجه اجيب ناس تانية تشتغل معايا فاديهم مرتب، فمحتاجه احسب الحسبه دي من اولها. زي الدعايه على انستجرام، الفلوس اللي هتدفع لاي حاجه بدفعها في البراند بتدخل في التسعير. اللي مثلا حاجه زي كده هجيبها ب 40 جنيه اكيد مش هبيعها ب 40 جنيه، خصوصا لو حاجه ديزاينر. بالعكس لو انا لقيت كنز زي ده، وكلكم عارفين ان انا اشتريته بالسعر ده، عمري ما هبيعه بالسعر ده، هقيمه على اساس البراند بتاعته. بس طبعا اللي يشوف براند زي كده بنطلون برادا مش هبيعه بسعر اللي هو برادا، بس هبيعه بسعر يخليني اللي هو انا تعبت ولقيت حاجه زي كده. انا دايما بقول زي نكته في مخي كده، اللي هو لو حد لقى حاجه دهب في الشارع اكيد مش هيبيعها بتمن ان هو لقاها في الشارع، هيبيعها بقيمتها ان هي حاجه دهب. يا ريت اكون بس وضحت وجهه نظري في الاول. وطبعا انا من اول يوم انا صريحه معاكم، وعمري في حياتي ما ببقى بتخابس او اللي هو احس اللي هو الناس هتقول ايه وان انا شاريه الحاجه بكده وببيعها بكده خالص. انا صريحه ودايما بديكوا تيبس اند تريكس، ومفيش مثلا مكان سر بروح اشتري منه وما بقولش للناس. حتى الرسم والالوان كل ده انتوا عارفينه، حتى فيديو الرسم انا عامله فيديو رسم مفصل على يوتيوب ببلاش، وعامله كورس رسم اونلاين لو حد عايز يشوفه. يعني انا مش بعجز حد، بس بنتكلم بالمنطق. لو حد مثلا عايز يبدا براند ويكبر بيها محتاج يعمل ايه؟ بس للاسف انا ما قستوش لان هو قصير ومحتاج يتستايل ببوتس وكده، وانا في الورشه فما لحقتش اجيب بوتس طويله. بس ستي توند يعني كده يبقى متصور في البراند قريب ان شاء الله. بس كده دي الحاجات اللي انا اشتريتها المره دي. مش عارفه، عايزه كده الففكم في الورشه لفه اوريكم انا بعمل ايه. ثانيه واحده. ده المكان اللي انا قاعده فيه بصور اهو. ده اللايت بوكسز بتاعتي، دي اللبس. عندي بقى 4 ستاندات، ادي 1 ادي 2. دي الحاجات الشتوي اللي هي هيترسم عليها او هتتباع زي ما هي، بس مكلفتاها كده مش هصورها دلوقتي، هصورها ناحيه يعني قرب الشتاء شويه. دي حاجات راندم ملناش دعوه بيها. دي الحاجات اللي اتصورت ومكويه ومغسوله وكل حاجه، بس كنت مستنيه اصور بس الباقي الحاجات دي في الهول، وبعدين احطها معاها واغطيها بقى تتغطى. اوكي انتوا عارفين الورشه بقى، انا عملت تور قبل كده يعني.
الستاند ده كله حاجات عايزه تترسم، كله 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 كله. انا بشتغل هنا في الحته دي، ببقى حاطه اللابتوب، ببقى حاطه الواني، ببقى حاطه حاجتي. بصوا التصوير هناك اهو. ده البنطلون الاصفر بتاعي المشهور انتوا عارفينه. ارسم زيه بنطلون احمر كده. انا بشتغل على الجاكيت ده حاليا. تعالوا اوريكم اصلا كام حاجه كده مرسومه خلصتها. البنطلون ده لسه مخلصاه. في ناس كتير بتحب بنطلوني اللي هو العيون فعملت زيه، بس البنطلون ده برضو مستوحى من باترنز على جدران من الفن المصري القديم، باترنز هندي بس خفيفه شويه. فاكرين البنطلون الاصفر بتاعي اللي انا وريته لكم تقيله، فانا عملت خفيف وتقيل عشان برضو ايه يجاري كل الاذواق. فاكرين الجاكيت الاورنج اللي انا لسه موريه لكم من شويه؟ عملت فيرجن منه برضو صغيره بنص كم لنفس الرسمه، ومن قدام فيها زي فروع كده. يعني هو ده اللي انا رسمته لحد دلوقتي. عشان كده قلت لكم كنت محتاجه شويه حاجات ايه تتباع زي ما هي، عشان الحق اللي هو انا هيبقى في حاجات مرسومه وحاجات يعني اللي هو مش مرسومه يعني. بس كده. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم اصلا النوع ده من الفيديوز، لان انا الفتره الجايه ان شاء الله هبقى اللي هو بشتغل كتير للبراند وكده، وبجيب حاجات كتير برضو من الوكاله. فلو حابين عجبكم النوع الهولز دي، انا عارفه انتوا بتحبوا الفلوجز بتاعت الوكاله شويه، اللي هو بروح وبجيب وبوريكم شوتس من هناك وكده. بس النوع ده هل انتوا بما اني هروح كتير هل عجبكم النوع ده؟ وكمان بفكر اعمل مثلا فيديو فلوج اليوم ليا في الورشه بعمل ايه، شغل من رسم مثلا، من تصوير، لان انا برسم بكوي، بصور، بعمل كل حاجه، بستايل نفسي، بعمل كل حاجه. فلو انتوا حابين عندكم فضول مثلا تعرفوا behind the scenes او يعني وراء الكواليس بعمل ايه وكده، اكتبوا لي اكيد تحت في الكومنتس، واكتبوا لي انتوا حابين تشوفوا ايه الفتره الجايه. دايما بيساعدني يعني عشان اكمل في رحله يوتيوب الصعبه دي، الحلوه الصعبه الحلوه يعني. بس كده، يلا يومكم جميل واشوفكم فيديو تاني، وباي باي.